هو لما تبقى في حاجه اسمها اكاديميه ناشونال اكاديمي في مش عارف مين، اللي هي مثلا زي عندنا مثلا وزاره كذا مثلا، ولا هيئه كذا اللي مش عارف مين للرياضه، بالنسبه لهم حاجه كبيره. عندنا احنا هنا بيتبص لها بدونيه. يعني دي بقى اعتقد احنا كمان لازم نتكلم بقى عن حوار الاعتمادات بتاع الشهادات. زي ما كنا بنقول من شويه ان بره في جهات رقابيه بتعدي على الاعتمادات بره. يعني الاعتمادات بره ليها جزء حكومي، ليها جزء وظيفي. يعني لما يجي لك حد يقول لك انا واخد شهاده قويه، بالنسبه لك الاعتماد ايه؟ ان الشهاده نفسها بتعلم الشخص فقط، مش معناها ان مش عشان هو واخد ختم ما ده بيخليه كواليفايد بشكل معين يعني. هي دي برضو عقده الخواجه اللي انت بتتكلم عنها، ان هو يعني احنا ده المنهج بتاعنا برضو في CDC، واعتقد ده برضو المنهج بتاعك الحالي في اوريجن. الاعتماد بيكلفك فلوس وبيكلف الطالب فلوس، وفي النهايه الماركت يعني كماركت بجد يعني مش بيفرق له قوي الاعتماد. هيفرق لك الاعتماد عشان يبقى اسمك معاك اعتماد. يعني هي في النهايه ايه اللي هو ودنك منين يا جحا؟ يعني احنا مين بيدور على ايه؟ احنا بندور على كواليتي ولا احنا بندور على ختم وخلاص يعني؟ فاعتقد هي دي اللفه اللي احنا بنلف حوالين نفسنا فيها يعني فعلا. عقد بص، الخواجه زي ما انت بتقول. الموضوع ده هو معضلة بالنسبة لي يمكن من قبل 2015. امم. وعشان كده من قبل 2015 وانا كنت ببني في حاجة اسمها QBT، وانا كان ممكن اسميه اي حاجة. ما هو الناس دلوقتي انت بتشوف طبعا في ناس يقول لك ايه، خد CFT وعليه 1 BT هدية ومش عارف كلام. انا اليت ترينر، تبقى اسمك اليت وماستر والله حاجات مش مفهومة. والترينر الخارق. اه وده بيبقى جانب تجاري ملوش علاقه خالص بان انت فعلا تكون بتقدم حاجه الغرض منها ان يطلع مدرب كواليفايد. لذلك لما سميت الكورس ده سميته QBT او كواليفايد بيرسونال ترينر، بعدت عن حته السيرتيفيكيشن. ليه؟ عشان اللي انت بتقوله ده. الحاجه التانية ان انا لما فكرت ان يعني يبقى في حاجه فعلا بتطلع واحد شاطر. النهارده احنا بقالنا كام سنه، بقالنا اهو داخلين على يمكن من 2016 لحد النهارده. الحمد لله انا براقب البرنامج ده بيعمل ايه في السوق. انا ليا الشرف ان انت تكون حد من الناس اللي خرجت من البرنامج ده، ان يكون في ناس من والله يعني دي من احسن الحاجات اللي حصلت. يعني لو يا كنت رب خدت خليك. حاجة تانية ساعتها اعتقد كنت رحت في اتجاه سيء للغاية. يعني بعيدا حتى عن الساينس اللي كنا بناخده، احنا كنا في 2017 تقريبا، انا كنت تاني باتش لو انا فاكر. بعيدا عن الساينس، الفايب والتوجه الفكري اللي كنا ماشيين فيه خلى حتى الناس اللي كانت معانا كلها في الباتش، انا لسه على تواصل مع اغلب الناس اللي كانت معانا ساعتها، الناس فكريا حتى اللي مش عارف يبوم هو منهاجه على الاقل كويس، هو ماشي في اتجاه تمام، هو ماشي في الطريق، هو فين في الطريق مش مهم بس هو على الطريق يعني. دي كانت بالظبط، اللقطه المهمه صراحه، ربنا يجازيه خير. ده اللي انا كنت عايز اقوله يا عبد الرحمن، ان الكورس ده ما كانش كورس، هو منهج فكري. يعني احنا النهارده بنخلي الشخص ازاي دماغه تكون منظمه، مخه وعقله يكون منظم، بحيث ان هو يبقى عنده القدره ان هو يبقى شخص ناجح في المجال ده. يعني معلش النهارده لما بنتكلم على الكورس، انت عشت التجربه دي، شويه المعلومات اللي فيه. لو احنا ابتدينا من امريكان كولج اوف سبورتس ميديسن اللي هي رقم واحد في العالم، ما هو هتلاقي التوبكس هي اللي في ايس، هي اللي في ناسم، باختلاف حاجات طبعا، لكن العلوم يعني احنا الاساسيه ما مش بتتغيرش كده كده مش برضه. هنخترع حاجه جديده. تمام. امم. بس اللي احنا ركزنا عليه، احنا هنقدم ده بشكل عامل ازاي، وهنخلي عقل الدارس يتناول الحاجات دي من زوايا تجنريت ايه بعد كده، وازاي ان هو يحب ده علشان يقدر ان هو بعد كده يطور نفسه فيه. فالنهارده لما بيطلع من الQBT، هو طبعا مش طالع معاه دكتوراه، هو طالع معاه QBT كورس كويس، اهله بشكل كويس، لكن هو حاطه على طريق ان هو فعلا يبقى خد منهج فكري يقدر ان بعديه يتطور. وفعلا ده بالنسبه لي دي دراسه شخصيه انا شغال بيها. لو تلاحظ ان انا براقب او ببتدي اتتبع بعد الناس لما بتخلص، هو مين راح فين، هو مين عمل ايه. الحكايه دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني في حياتي، لاني بحس ان فعلا دي القيمه اللي انا قدمتها، وابقى عندي الحرص ان اطور عشان كده، علشان التجربة دي تفضل بتأدي دورها. فلما بشوف ربنا حد يجعلها ميزان اتطور حسناتك والله. الله يكرمك، ولما اشوف حد اتطور فعلا وتفكيره اتغير، هي دي بالنسبة لي نقطة النجاح. تمام. فده اللي احنا ركزنا عليه. طب النهارده لما تيجي تشوف في المقابل، وده احنا بنظلم فيه في السوق جدا يا عبد الرحمن، ان في المقابل هتلاقي بقى ايه، في ناس بتبتدي ان هي تشتغل بشكل تجاري شويه. مفيش مشكله، بس الفكره ان انت بما ان كده كده انت تشتغل بشكل تجاري وهيجي لك دخل، ركز في ان انت تطلع واحد كويس. ركز في النهايه بتاعه الحدوته دي. يعني في ناس بتبقى مركزه ان هو الشخص يدفع قيمه الدوره او الكورس معاه،
وبعد كده خلاص بقى مش مهم اي حاجه، مهم ان ده دفع. في حد بيركز الصوره المجمعه اللي بياخدوها مع بعض بعد الكورس، فبيفضل مركز في الكواليتي بتاعته لحد اخر يوم. احنا مش بنركز ده خالص، احنا بنركز في الشخص اللي لما بيطلع من عندنا بعد شهر شهرين سنه بقى عامل ازاي. دي يمكن من الحاجات اللي احنا الحمد لله بنتفرد بيها، وهي صعب علينا مش سهله. لذلك احنا برضو في النمط التسويقي بتاعنا يعتبر مش يعني ايه، بنتظلم في ده. الناس مش شايفانا بالشكل اللي هو فعلا. يمكن الناس اللي هو بقى زيك وزي الناس القديمه شويه في المجال، واللي شافوا التجربه وشافوا طلع منها ناس عامله ازاي وفهموا ده، دول اللي يقدروا ان هم يقدروا ايه اللي بيتعمل ورا الموضوع. لكن الناس الجديده طبعا ب- هو في النهايه كله شبه بعض. بيشوفوا ناس، وبرضه بيشوفوا ناس يعني الادز بتاعتهم بتطلع لهم، ما يطلع يسلم عليه يقول له ازيك تعالى، يسحبه جوه الشاشه بالادز يعني. ايوه ففي حاجات بتتعمل شكلها ممكن تكون بتشد الشخص اكتر، وبتقال فيها شعارات رنانه، وممكن تكون وعود فارغه كمان، يعني اللي هو ايه، الكورس ده هو اللي هيخليك وهيحطك ويعملك ومش عارف مين، وهو مش هيحصل كده. بس انا عندي معيار للاشخاص، يعني انا دايما بحكم على الحاجه بالشخص اللي بيقدمها. هل الشخص اللي بيقدم لي العلم ده ايا كان في مجال ايه، هل هو فعلا بيحب اللي هو بيعمله؟ يعني دي معيار بسيط جدا تحكم بيه ان المكان اللي انت رايحه ده هتستفاد منه ولا لا. الشخص ده فعلا بيحب اللي هو بيعمله ولا لا؟ اغلب الناس في مصر بتعمل حاجه مرمايه، اللي هو ايه، مصلحه احنا هنعملها عشان مفيش غيرنا ومفيش كومبيتيشن. فهو ما بقاش باشنت، ما عندوش شغف تجاه اللي هو بيعمله، هو بيعمله ومفيش حاجه تحفزه ان هو يبقى احسن، لان ما عليهوش خطر. عشان كده اللي احنا بنعمله ده يعني في مراحل للناس في التغيير. في ناس هتقتنع باللي احنا بنعمله وتحب اللي احنا بنعمله فيتطوروا، في ناس هتخاف من اللي احنا بنعمله، الناس اللي هي بقى ايه، اللي هي ما قريتش حاجه بقى لها 90 سنه، والناس اللي هي في مكانها عشان هي اتوظفت هنا بقى لها كتير وشغال في نفس المكان بقى له سنين وخلاص ومحافظ على مكانه. الناس دي لما تحس بالخطر، ودي حاجه صحيه، الناس دي لما تحس بالخطر هتبتدي تتحرك. وبرضه ايه، دي عينه كبيره من المجال بتاعنا. فاعتقد برضه يعني الناس دي لما تبتدي تتهز شويه، المجال هياخد يعني عارف اللي هو ايه، هيتغير فيه يحصل فيه ترتيبه نسح كده، يحصل فيه قوه يعني. اه